خد اللي بيحبك ما تاخديش اللي بتحبيه. اكتر جملة غلط بنسمعها. تعالي معايا في الفيديو ده، اعملي فولو وشير الفيديو واعملي كل حاجة، المهم ان الفيديو ده يلف السوشيال ميديا. يعني ايه؟ يعني ايه اخد اللي بيحبني وما اخدش اللي بحبه؟ طب ما اخد اللي بحبه وبيحبني. ليه بتصعبوا لنا الامور؟ ليه بتعملوا حوارات؟ ما ينفعش المركب تغرق، الايد لوحدها ما بتسقفش. لازم الاتنين في العلاقه يكونوا بيحبوا بعض، لازم الاتنين في العلاقه يكونوا بيضحوا من اجل بعض، لازم الاتنين في العلاقه يكونوا بيمروا بكل حاجه مع بعض. يعني ايه هو يفضل يحبني ويقدم لي ويهتم ويعمل طب ما هيجي عليه وقت لما ما يلاقيش مني رد فعل ويزهق. ايه الجمله بقى؟ خدي اللي بيحبك ما تاخديش اللي بتحبيه. لا، احنا هناخد اللي بيحبنا وبنحبه. احنا هنتجوز شخص احنا الاتنين متفاهمين معاه. احنا هنتجوز حد انا بحبه وهو بيحبني، انا بهتم بيه وهو بيهتم بيا. الجمله دي غلط يا جماعه. الجمله دي هي اللي مضيعه نص ستات مصر. الجمله دي هي اللي مبوظه نص العلاقات ونص الجوازات. ويا ريت يا ريت ما نرميش ودننا لامك وخالتك وبنت اختك، هما اللي بيضيعوا. بصوا يا جماعه، الناس دي هي اللي بتضيع، اقسم بالله. فالناس دي بتتكلم بعقلها او بعصرها، مش معصره الوضع اللي احنا فيه. لا، انا هاخد اللي بيحبني وبحبه. تخيلي انت ايد واحده هتسقف ازاي؟ ما هيجي وقت ويقولك خلاص انا اخد حد يبقى متفاهم معايا، بحبه، بيحبني، بنقدم لبعض، بنهتم ببعض. الجمله ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. هو مش هيقعد طول الوقت يهتم ويعمل كل حاجه وانت قاعده زي الفازه. لا، مش هيحصل الكلام ده. الجمله دي غلط يا جماعه. العلاقه عشان تستمر، الحب عشان يستمر، الجواز عشان تستمر، لازم الطرفين يكونوا بيقدموا لبعض. مفيش حاجه اسمها بقول لك ايه اتجوزيه غني عشان ترتاحي. لا، ملهاش علاقه. بقول لك ايه اتجوزيه طويل عشان ما اعرفش ايه. بقول لك ايه اتجوزيه بيحبك وانت ما بتحبوش. كل الكلام والافكار والكلام ده كله غلط. انا بتجوز الراجل اللي انا بحبه وهو بيحبني، اللي انا بقدم له وهو بيقدم لي، اللي هو لما تحصل مشكله يبقى واقف وانا واقفه. ايد لوحدها ما بتسقفش. ما اتجوزهوش غني، لاني ماشي اتجوز حد مستواه الاجتماعي كويس. دي من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها. بس اول حاجه انا اتكلمت عنها قلت يبقى متوافق معاكي فكريا ونفسيا وانتوا الاتنين متفاهمين. بعدين الماديه، بعدين الحب. ما قلتلكيش الحب رقم واحد وما قلتلكيش الفلوس رقم واحد. اول حاجه التفاهم والود ما بينك وما بينه، لان اللي هتعيشوا بيه التفاهم. حياتكم هتبقى على تفاهم، مش هتبقى على فلوس ولا حب. الجواز كالاتي: الفقر بيدخل من الشباك، الحب بيطلع يجري من الباب زي ما بيقولوا، او العكس. فعشان الجواز تتم لازم التفاهم. يبقى انا هتجوز ايه؟ هتجوز اللي انا متفاهمه معاه ومتفاهم معايا، اللي انا بحبه وهو بيحبني. جمله خد اللي بيحبك ما تاخديش اللي بتحبيه، مالكمش دعوه بالناس دي. اعملوا لها بلوك من حياتكم، مالكمش دعوه. شيروا الفيديو.